السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بتوجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر ترفض دخول المحامي الفرنسي الذي أوكلته إسرائيل وفرنسا من أجل الدفاع عن الكاتب الفرنسي بوعلام سنصال، وذلك فور وصوله إلى مطار الجزائر الدولي. فحسب ما أفادت تقارير إخبارية منذ لحظات بأن السلطات الجزائرية تمكنت من توقيف المحامي الصهيوني فرانسوا زيمراي في صالة مطار هواري بومدين الدولي، وذلك من أجل استكمال باقي الإجراءات في قضية بوعلام سنصال العميل الصهيوني، حيث تشهد هذه القضية المثيرة للجدل تطورات خطيرة بعدما تدخلت فيها العديد من الشخصيات والأطراف البارزة سواء في الجزائر أو خارجها، لا سيما بعدما أثبتت التحقيقات خيانة بوعلام لصالح إسرائيل وتدخل المحامي الصهيوني الصديق المقرب لنتنياهو الذي أعلن أنه سيرافع عن الكاتب بوعلام سنصال في قلب الجزائر، معلنا تحديه بذلك السلطات الجزائرية والنظام الجزائري بداعي حماية إسرائيل وفرنسا له. لكن الجزائر كانت له بالمرصاد وجعلته يواجه الاعتقال رفقة بوعلام المتهم بالتخابر مع جهات أجنبية، في إشارة واضحة إلى الكيان الصهيوني والنظام الفرنسي. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.